امين بن هاشم. انا الحمد لله تم اتفاق مع السيد المدير اسامه بن هاشم بواحد الاطار وطني عنده درايه فيما يخص اشراف ديال التسويق في بعض الفروق الوطنيه، وهذا الشيء ان شاء الله اللي غادي يكون عنده قيمه مضافه للفريق ديال اتحاد طنجه. وامين بن هاشم معروف بالجديه ديالو والتفاني ديالو وبالحب من هذه المدينه كذلك. هذا هو الامتياز اللي كيمتاز به، اللي كيعشق هذه المدينه كيبغيها. غادي يعطي كل ما في جهده وكل ما في وسائل الله باش يقدم يخلق لنا واحد الفريق اللي يكون كيخدم واحد المستوى وواحد الطموح ومتطلبات من الجماهير ديال اتحاد طنجه، وهو واعي بهذه المسؤوليه هذه. هذا راه مسؤوليه كتحمل على الفرق الاخرى، واعي بالثقل ديال مدينه طنجه، واعي بالجمهور اللي كيعشق الفريق ديالو. باش يكون له ان شاء الله تكون عنده واحد القيمه مضافه. حنا بدورنا كرئيس وكممثل، حنا ما غادي ندخلوش على السي امين بن هاشم، غادي نعملوا يد في يد معاه باش نتعاونوا معاه، لا حنا ولا حتى الجمهور ان شاء الله اللي غادي يكون يساندو، ولا سيما ان شاء الله تكون وفقنا الله وتكون نتائج ايجابيه باش نبداو الموسم ديالنا ان شاء الله في المستوى اللي كيطلع له الجمهور. وامين بن هاشم غني عن التعريف، راح نقول كلمات سابقه وتبعوا لي اسئله. انا فيما يخص انا كنقول الان امامه هو، امام الصحافه، امام اعضاء المخالفين، انا ديالي غتكون مفتوحه للضوء. وفيما يخص الانتدابات انا راه ما غادي ندخل في شي هو اللي غيتصرف ولا غيتحمل المسؤوليه. انا ما عليا الا موفر له ظروف العمل اللي خصني، كل ما هو تقني هو ادرى به، هو اللي غادي يتحمل المسؤوليه ديالو. حنا ما غندخلوش عليه ان شاء الله. عارف الفريق، هو تبع الفريق، واخا راه كان الفريق ديال الاسلام كيتبع النتائج كيتبع الفريق ديالو بحال اللي كان متواجد. عارف النقص اللي داخل الفريق، هو اليوم راه غادي يغطيه ان شاء الله الانتخابات. انا كنحث عليه دائما كنقول له شوف لنا انتخابات في مستوى هذا. اليوم وجهت انت وجهي انا وجهت المدينه باش ان شاء الله تكون عندنا فريق اللي هو واقف داخل الملعب، فريق اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو، اللاعبين اللي كيتحمل المسؤوليه ديالو، باش ان شاء الله نوصلوا للهدف اللي كنطلبوا به. بعد كلمات السي حميد العبد شان رئيس فريق اتحاد طنجه، نعطيو الكلمه السي امين بن هاشم المدرب الجديد لاتحاد طنجه. مساء الخير الحضور الكريم. اولا نوجه الشكر للسيد الرئيس على الثقه الدولة فيها. تنظن انه فريق اتحاد طنجه ما تخفاش عليا بحكم انه مريت الفريق، تنعرف ناس كثار متداخلين كثار في الفريق، لا صحفيين لا جمهور لا مسيرين لا لاعبين مدربين. دونك ما خافيش عليا الجو العام ديال اتحاد طنجه بمشاكله بنقاطه الايجابيه، فهذه كلها امور ما تتخفاش عليا، دونك ما غاديش نتفاجئ. بالنسبه لي تنظن انه حاليا ما بقاش مجال انه رجعوا، ما بقاش مجال انه نضيعوا الوقت، لانه حال الوقت لفريق اتحاد طنجه يحقق الصعود، حال الوقت لضافه الجهود. يمكن المشروع اللي وضعت او برنامج العمل اللي وضعت فموضوع بعدة متداخلين اللي غادي يشاركوا فيه، فما غاديش نكون بوحدي، ما غاديش نكون انا والرئيس فقط او انا والمكتب فقط كما كان في عدة سنوات. فالكل الان مطالب انه يشتغل معنا، وما غادي نرد حتى شي واحد
اللي باغي يجي يدو يعاوننا، لا من اللاعبين القدماء، لا من الجمهور، لا من الصحفيين، لا من المدربين، مؤطرين فئات صغرى. اي واحد يقدر يفيدنا بفكره، يقدر يفيدنا في العمل، يجي مرحبا به، ما غادي يردو حتى شي واحد، لانه وتيبقى المسؤول الوحيد والاول هو انا. مي انا مستعد انه نشتغل مع كاع الناس اللي غادي يفيدونا. اللي ما غاديش يفيدنا ما غاديش نتعاون معاه، ولكن اللي غادي يفيدنا مرحبا به، اللي غادي يساعدنا مرحبا به. دونك انا مازال تنقولها، جميع المتداخلين اللي تيشوف انه بامكانه يساعدنا مرحبا به، راه ما ردوش. وتنبقى انا المسؤول الاول والمسؤول المباشر على اي نتيجه يمكن توقع ولا على اي اختيار اللي يمكن يكون. فتنتحمل مسؤوليتي في الانتدابات، تنتحمل مسؤوليتي في الطاقم التقني اللي غادي يشتغل معايا، تنتحمل مسؤوليتي في برنامج العمل، برنامج التدريب، في النتائج ديال المباريات. فانا المسؤول الاول على هذا الشيء. ولكن تنطلب من الجميع انه يساندونا ويكونوا بجنبنا ويعاونونا في الاعمال ديالنا. كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، كل واحد على حسب العمل ديالو. فالصحافي راه ما غاديش يجي يعاوننا في الملعب، ما غاديش يجي يعاوننا بالانتدابات، ولكن غادي يعاوننا انه يهيئ لنا ارضيه ويقول الصراحه. مسير ما غاديش يدير لي انتدابات وما غاديش يعطيني خطه باش نهرب، ولكن غيوفر لي ظروف باش نشتغل. فكاين حوايج كثيره. كاين كذلك الاداره ديال نادي اتحاد طنجه اللي صراحه عدد كبير من المدربين ما استافدوش منها. يمكن نقولها بصراحه، كاين واحد السيد اللي عبد القادر خضور اللي عنده تجربه كبيره في الميدان، واللي للاسف ما استفدناش من التجربه ديالو في فريق اتحاد طنجه، لانه كان دائما على حسب التجربه اللي عشتها هنا ومن بعد السنوات اللي مضات وشفت شنو كان تيوقع. فكان دائما انفصال ما بين ما هو تقني وما هو اداري، وهذا مشكل. فالان اصبحت الانديه تيكون عندها مدير رياضي اللي هو تينسق ما بين ما هو تقني وما هو اداري، لانه راه ما غاديش نخدم بوحدي في التيران. راه انا تندير خدمه في التيران، ولكن كاين ناس اداريين اللي تيوجدوا ظروف فين يمكن العمل ديالي كيبان. دونك هاد الناس انا مستعد كذلك نتعامل معاهم. دونك حنا خصنا نكونوا كعائله. كاين حوايج اخرى اللي ما تنظنش انه يمكن شي واحد فيكم ينكرها، وهي يمكن في 7 سنوات او 6 سنوات اللي الفريق قضاها في القسم الثاني كاينه فوضى. كاينه فوضى في الملعب، كاينه فوضى في مستودع الملابس، كاينه فوضى كبيره واضحه. فالامور ما كانتش مضبوطه. فالبرنامج ديال العمل اول حاجه تنطالبوا بها هي الانضباط، وهذا عمل اللي غادي نشتغلوا فيه مع الاداره، لانه كاين قانون داخلي اللي خصو يطبق، كاين غرامات اللي خصها تطبق على اللاعبين. فما تبقاش السيديون، ما تبقاش الفوضى، ما تبقاش الهضره غير هكا، غير اللي جا خدا الميكرو يهضر ويقول اش بغا. فامورنا غتكون مضبوطه جدا اداريا اكثر من تقنيا، لانه تقنيا الفريق حتى المركز الثالث، تقنيا الفريق حتى المركز الثالث، ولكن كانضباط وك تنقولوا هذه الفوضى اللي كانت خصنا نحيدوها. دونك هذا هو العمل الاول اللي غنبداو به. يمكن الاخوان اللي عنده تساؤل مرحبا، انا هنا باش نجاوب على جميع التساؤلات كيف ما بغات تكون. مثلا نخبي حتى شي حاجه انا موجود. مرحبا سي امين. قبل ما نفتحوا اعتقد القضيه التساؤلات، وينك تقدم رجال الاعلام الطاقم التقني المساعد ديالك. كاين السي محمد الكيسر اللي لاعب صالح الرشا البرنوسي وكنكون مراقبشي والنادي المكناسي والمنتخب الوطني، حائز على لا ليسونس ا في الدفعه اللي حنا فيها دابا، خدا لا ليسونس ا حتى هو معنا. دونك هنا غتبان القيمه ديال المدرب المساعد. فماشي المدرب المساعد هو اللي غادي يجيب الجيليات ولا فغادي يخدم، غادي حتى هو يشتغل داخل الميدان، غادي حتى هو يعطي اضافه، غادي حتى هو تكون عنده نظره في الفئات الصغرى. غادي نخدموا كنا كمدرب درب عده فرق في الهواة. كان البدايه ديالو كانت كمساعد مدرب في الرشاد البرنوسي. تتعرفوا المدرسه ديال الرشاد البرنوسي شنو تعطي. فنتمنى ليه التوفيق سي محمد الكيسر معنا في العمل. كاين كمعيد بدني سي خالد صابر اللي اشتغل معيد بدني مع النادي المكناسي، بدا في الفئات الصغرى النادي المكناسي كلها، من بعد مع الفريق الاول، من بعد اشتغل في الاولمبيك اسيا كمعيد بدني. الان فهو التحق بنا، عنده شواهد ديالو وشواهد عليا. الان فهو التحق معايا في الستاف باش يخدم معنا، وغادي يكون معنا ان شاء الله الجداري كمدرب حراس، وهذا هو الطاقم التقني اللي غادي يشتغل معايا. من بعد
نوضح حتى الطريقه ديال لو ستاف تكنيك. فغادي يكون معايا قيسر كمساعد، جباري كمدرب حراس، سي خالد صابر كمعد بدني. وطلبت من المكتب انهم يبدوا لي بسيره ذاتيه ديال اللاعبين القدماء اللي كانوا والناس اللي يمكن تشوفوا فيهم انهم مستقبلا يقدروا يكونوا مدربين، يقدروا يشرفوا على الاداره التقنيه ديال الفريق، يقدروا كذلك في حال صعود الفريق يكونوا مدربين ديال جزاز بوار. فهادو دي ستاجير اللي يكونوا معايا في لو ستاف يخدموا معايا، يكونوا حاضرين معايا في جميع التدريب، يكونوا معنا في الفيستير يخدموا معنا. ومن بعد حتى الا مشيت في حالاتي على الاقل نخلي واحد الناس اللي يمكن نساهم في التكوين ديالهم. يمكن مستقبلا اتحاد طنجه الا كان غيجي مدرب ما يقولش راني جايب لو ستاف ديالي، لانه اتحاد طنجه حاليا تنشوفوا انه في موقف ضعف، لانه اي مدرب جا غادي نقول بغيت نجيب لو ستاف ديالي غيقولوا لي جيب، ولكن اذا الفريق تهيكل كما يجب فغادي يكون في موقف قوه. ويمكن اي مدرب جا تقول لي غادي يقول لك غنجيب لو ستاف، تقول لي لا عندي لاتون، غيقول لك مرحبا وغادي يرضى وغادي يخدم، لانه الفريق في موقف قوه. فمن غير انه نساهم في الصعود فنساهم كذلك حتى في الهيكله ديال النادي. فلهذا طلبت من المكتب انه يوفروا لي جوج ديال المدربين او واحد يكونوا مساعدين كذلك يخدموا معنا، ومستقبلا الفريق يستافد منهم ان شاء الله. هذه سمحتوا بالنسبه على واحد التظاهرات دوليه، وان شاء الله يا ربي حنا يوفقنا الله الحظ باش يكون عندنا واحد الفريق المستوى اللي يمكن يلعب واحد الدور طلائعي، لا سيما من ناحيه ديال الجمهور. لكن الفريق يحسب المراتب الاولى كواعد الشرط ان شاء الله البطوله. فيما يخص المحتضنين لحد الساعه غادي ما عندنا حتى شي محتضن من ناحيه الشركه على الاخر. حنا ذكرنا في الجامعات كاين غير الجامعات مجالس الترابيه هي اللي كتعطيها المنح. ان شاء الله كيقدروا ان شاء الله باش نشتغلوا به هاد اللجان اللي غادي نخصو باش نقلبوا على شي شركات يكونوا في المستوى اللي يعطي واحد الدعم فرق. شكرا. بالنسبه للاعب الاجنبي فالجامعه تسمح بثلاثه ديال اللاعبين اجانب بجوج يشاركوا، واحد يكون في الاحتياط. فغادي نشوف هذا التوجه هذا. غير تيبقى شخصيا تنشوف انه الاستفاده من اللاعب الاجنبي فخصها تكون في مراكز محدده، في مراكز مؤثره. فريق 11 لاعب عنده عمود فقري الوسط، فما تنظنش انه غنستافدوا من اللاعبين على الاطراف اللي يكونوا اجانب، غيكونوا في العمود الفقري ان شاء الله اللاعبين اللي عندهم اضافه خصوصا دفاعيه اكثر، لانه الفريق بامكانه يسجل، الفريق عنده لاعبين اللي تيسجلوا، غيكونوا لاعبين مميزات دفاعيه اكثر باش يعزوا الدفاع ديالنا، سواء وسط دفاعي او مدافعين اللي نسدوا هذا الخلل هذا، لانه لما ما تستقبلش فتتلعب في خاطرك ممكن تسجل في اي وقت. أنا قابل للتجديد في حالة الصعود إن شاء الله الفريق القسم الثاني الأول. هذا هو العقد اللي عندنا معاه. ومن الناحية ديال الثمن كنظن ما حتى شي يديروا هاد القضية هادي، خلي هاد المسألة يعرفوها غير هما خالطين. كاين لا شنو شحال كتجيني من الناحيه الحضاريه الاخلاق ديالنا ما كتجي شي واحد واجر يكون معاك ولا شي واحد يكون معاك في الشركه ديالك وما كتبغيش تفضح شنو كيشبه ولا شي. الحمد لله كاين واحد الاجر اللي هو محترم والعقده تمت بالتراضي من الطرفين وبالقبول المجانبين. هذا هو اهم حاجه. حنا ما بخلناش يعني وان شاء الله ما غنبخلوش عليه. حنا اللي كنتمناو ان شاء الله هو تكون النتائج ايجابيه والعمل يكون فيه واحد العمل اللي غادي يكون في المستوى. هذا هو احسن حاجه اللي غادي يقدم الفريق. ما المبلغ فلوس كيتسالى وفلوس كيتسالى. الاحتراف ماشي عيب زي يقول هذا صعوبه عالميه. كنسمعوا مدربين كيتقاضوا مرات 50,000 صالير، 50,000 درهم صالير، 50,000 درهم صالير.
لمسنا في دابا اول حاجه هي دابا الصراحه يعني المطلق. انا خرجتي دابا كنت معلومه اللي ما نخدم شكرا. بالنسبه للتشريع ديال الفريق، هو تجي تدير المكتسبات ديالي ولا تشوف هذا الفريق هذا مثال اشنو المكتسبات اللي كاينه تتحيد تتخرج. تلقى انه المكتسب الاول هو انه كاين 45000 ولا 40000 ديال الجمهور خصك تحافظ عليها. المكتسب الثاني هو انه الفريق تيسجل او خصك تحافظ على هذا المكسب هذا. تشوف المكسب الاخر انه الفريق حتى المركز مشرف، دونك خصنا نبقاو في هذا المراكز هذه. تتشوف الخصائص فين كاينه، شنو المشكل اللي كاين، الفريق تيستقبل الاهداف. تتشوف التركيبه البشريه واش متجانسه، لانه بعض المرات تلقى مثلا عندك 3 ديال لي ضرب وما كاينش رياض، تلقى عندك 3 ولا 6 ديال الوسط الميداني الدفاعي وواحد هجومي، دونك تقلب دير توازن في التركيبه البشريه. تجي تشوف كيف قلنا لي ستاتيستيك فاش يمكن باش تتخلى على اللاعبين، الارقام هي اللي تتخلى عليهم. عندك رابور تكنيك تمشي عليه تشوف هذا اللاعب واش يبقى ولا ما يبقاش. دونك هنا التشريح تيبدا، ومن هنا تدوز تتعرف شنو الانتدابات اللي غادي دير، اشنو خصك تجيب، علاش غادي تعتمد. دونك بحال هكا بدينا التشريح غير هو انه هذا الموسم كاينه مكتسبات كبيره رابحه الفريق غادي نستافدوا منها باش تكون انطلاقه في المستوى، لانه اذا كانت انطلاقه في المستوى فغادي نمشيو مزيان من الاول. دائما اتحاد طنجة المشكل هو البدايه، دائما البدايه تكون نوعا ما متعثره، ونتمنوا هذا الموسم هذا انه البدايه ديالنا تكون في المستوى باش ان شاء الله الكل يتفق، لانه العمر ديال المدرب راه هو النتائج، فالنتائج تتحكم في المقام ديالو في واحد الفريق، ولو انه يخدم ولو انه يدير النداء، راه اذا كانت النتائج المقام ديالك تيزيد في الفريق، ما كانش نتائج راه غادي سنه الحياه. سي عبد المجيد الورياضي. ذكرتي بعض اللاعبين، حنا ناخذ شحال من قدام يربي الفريق محتفظ بهم، واقع عندنا عقده مع الفريق ما يمكنناش نستغناو عليهم، ولا سيما حتى باش ما نقولوش عاوتاني ندخلوا في شغل المدرب، حتى المدرب راه عارف قيمه ديك اللاعبين، وحتى هو راه اللاعبين تقريبا راه خدا عنده واحد الاحصائيات ديالهم، خدا واحد ستاتيستيك باش يشوف كل لاعب شحال لاعب وعليه غادي يبني، واللاعبين اللي هما بارزين ما يمكنش نطلقوهم. حتى هو الناس راه الداليه بعض اللاعبين اللي خصهم يبقاو واللي هما عطاو هاد السنه هادي ما يمكنناش نجريو عليهم. فيما يخص مساد المساعدين ديال عمر الرئيس، مع دابا المدرب جا المساعدين ديال الستاف التكنيكي غادي يخدم معاه، دونك هادو راه غادي نستغناو عليهم. ما فيما يخص عمر الرئيس ما العقد ديالو ساهل انتهى، كيبقاو الاخوان الساعه نشوف انا واحد لابيلدو فيما يخص هادشي ديال المدير الرياضي باش نشوفو ولا كان شي ما نعرف كانت السي في ديالو مقدرش نقول لك هادشي و تنسي انيس جوهر. بالنسبه للبرنامج التدريب غادي نبداو نهار 22 ان شاء الله في شهر نهار 22 ان شاء الله. التدريب ديالنا غيكون مؤسسي غيكون معدل حصتين في اليوم، من بعد غادي نعطيو يومين راحه، اليوم الاول والثاني من شهر رمضان الابرك مبروك واجبكم، ونواصلوا التدريب ديالنا دائما في مدينه طنجة. فضلنا انه نبقاو شهر كامل في مدينه طنجة لانه كاين اشكاليه، لانه مثلا حاليا كاين 4 الفروق اللي غيكونوا في معهد مولارشيد، فمعهد مولارشيد فيه ملعب واحد، الفرق كلها 14 غادي تدرب، دونك فضلنا انه عندنا ملعب ديالنا، عندنا البحر فين نخدموا، عندنا الغابه فين نخدموا، عندنا لاصا فين نخدموا، غادي نخدموا هنا، ومن بعد ملي يخرج رمضان ان شاء الله من بعد غادي نلتحقوا بمعسكر في معهد مولارشيد ندوزو فيه واحد 10 ايام ونمشيو نلعبوا المباراه ديالنا في مريفت. دونك هذا هو البرنامج. بالنسبه للمباريات فكاين مباريات وديه ما تيبقى على حسب، لانه كيما غادي نبقاو في مدينه طنجة فغادي نشوفوا كيفاش نستدعوا فرق اللي نلعبوا معاهم مباريات وديه، وحتى حنا نمشيو نلعبوا مباريات خارج مدينه طنجة الاستئناس، ومن بعد المباريات المهمه او الفتره اللي فيها المباريات المهمه هي اللي غادي نمشيو فيها مدينه الرباط باش نلعبوا اكبر عدد